كون نقول لكم هذا الخبز المنفوخ وجدته في نص ساعة ويجي خفيف ومنفخ. نروحو نديرو مع بعض الخبز العربي. اول حاجة بديت بها درت كاس تاع ما دافي، زدتلو نص ملعقة تاع خمارة الخبز، وزدتلو ملعقة كبيرة تاع سكر وزوج ملاعق كبار تاع لحظة. خلطهم كامل مليح ومن بعد زدتلهم 4 ملاعق تاع فرينة نخلطو. هنا نكونو سخنا الفوق على 30 درجة، نخلوهم 10 دقائق. ابخي هذوك 10 دقائق نزيدو الفرينة والملح حتى تولي لنا عجينه. بعد ما تولي لنا عجينه هنا نزيدو 2 مغارف تاع الزيت وندلكوها مليح، ومن بعد نعاودو نرجعوها ثاني ترتاح 10 دقائق في الفرن على 30 درجه. بعد ما ارتاحت مليح نشكلو كوبيرات، وهذوك الكوبيرات نخلوهم ثاني يرتاحوا شويه واحد 10 دقائق. بعد ما يرتاحوا نبداو نشكلو فيهم خبيزات هكذا يكونوا رقاق، ونكونوا سخنا المقله مليح. بعد ما يديروا فقاعات نقلبوهم، نقعدوا غير نقلبوا فيهم حتى ينتفخ لنا مليح هذاك الخبز، وهكذا يكون واجد. وتوجور تكونوا مشتين طاشونه ديروا فيه هذاك الخبز باش ما ينشف لكمش ويقعد طري. وهكذا الخبز تاعنا يكون واجد. تقدروا ديروا به شاورما، ديروا به بزيت زيتون بالفرماج كيما حبيتوا، ويجي فريمون خفيف وبنين. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم.